السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل، تعالوا اشربوا معايا فنجان قهوة. فطرنا ومروقين شقتنا من بالليل، يعني من امبارح خلاص روقنا شقتنا، مش هنمد ايدينا في الشقة النهاردة غير ايه، غير على خفيف كده. النهاردة يوم الخياطة، خلاص بسم الله. النهاردة يوم الخياطة خلاص، عشان تنظمي نفسك كده وتعملي اي اكل خفيف كده خالص. احنا هنعمل النهارده، هنعمله اكل خفيف خالص، مش هنطبخ بقى خلاص. خلاص ليه؟ عايزين نسلم شغل العملاء يا جدعان. خلاص العملاء استووا خلاص، والعيد خلاص قرب، وعايزين نخلص شغلنا قبل العيد. الله، حبة قهوة حلوين. فطرنا بقى فول من اللي احنا عاملينه، بيض، بيض بلدي او احمر، بلاش البيض الابيض يا جماعة، وبتنجانيتين كده احنا اللي قاليينهم او سلقينهم. وايه، وحاولوا تبعدوا عن الاكل المهرمن يا جماعه، الاكل اللي ما فيهوش فوايد. خلاص بقدر الامكان ابعدوا عن الفراخ البيضاء بقدر الامكان. هاتوا فراخ حمراء، هاتوا فراخ بياض، هاتوا فراخ امهات، هاتوا فراخ بلدي. بس بلدي ما تكونش من عند الراجل، بلدي من بيتي مثلا. الحاجات دي كده هو يعني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. الناس اللي بتاخد النورال ده، الناس اللي بتاخد علاج النورال ده، بيعللهم انزيمات الكبد والكلى. خلاص، ويسألوا ويقولوا احنا مثلا رجلينا عامله زي شوية الرمل، مش قادرين نحركها، وجسمنا منفخ. العلاج ده يا جماعه، علاج الامراض المناعيه ده عامه، بيخلي، بينفخ الجسم وبيعلي انزيمات الكبد والكلى. فلازم تبقى الدكتور بتاعك متابعاه كل فتره، تعملي انزيمات كلى وكبد عشان تظبطي الدنيا معاكي. خلاص. العلاج دوت يا جماعه هو برضو والسولي بريد، السولي بريد بتاع المناعه برضو ده بيعلي انزيمات الكلى والكبد. خلاص، اي علاج عامه يا جماعه بيضر الكبد، بس الواحد يعمل ايه يعني، اهو بياخده عشان يخفف له حاجه تانية. يلا الحمد لله. ولله الحمد. النورال ده بيعلي انزيمات الكبد والكلى، وخشوا واعملوا بحث على اليوتيوب وانت تعرفوا ان انا بقول لكم عليه ده صح ولا غلط. خلاص، صباح الفل عليكم. مش عايزه اديكم طاقه سلبيه على الصبح. بصي بقى، عايزاكي كل واحده بقى بتخيط خلاص، عايزاها ما تبقاش خياطه وبس، انا عايزاكي تبقي مبدعه، عايزاكي تبقي مبدعه في شغلك. بمعنى، حبه القهوه بس، بمعنى انك يعني ما تخيطيش وخلاص. عايزاكي قبل ما تخيطي فكري، قبل ما تمسكي قطعه القماش وتمسكي الملايه فكري دي هتبقى عامله ازاي، شكلها عامل ازاي. يعني مثلا الخداديه مش بتتخيط هباء كده وخلاص، الخداديه دي ليها اصول في الخياطه. خلاص، في فرق لما تكون خداديه فيها رسمه زي دي كده اهو، شايفين، وفي فرق لما تكون خداديه ما فيهاش رسمه. يعني عايزه اوريكم حاجه مثلا، بصوا، يعني في فرق لما تكون خداديه ليها رسمه زي كده، او في ملايه ليها رسمه زي كده. خلاص، وفي فرق لما تكون ملايه ملهاش حاجه معينه زي كده. خلاص، النقشات دي ركزي في اللي انا بقوله حبيبتي، سواء كنت هتخيطي او كنت ربة منزل هتخيطي لنفسك، او كنتي واحده بتشتغل. خلاص، خلاص كلكم على راسي. في فرق لما تبقى الرسمه كده بنقصه عادي خالص، بتقصي كيس الخداديه زي كيس المخده كله على بعضه مش هتفرق. خلاص، لان كل الرسمه دي بتبقى ايه، صغيره وبتبقى متنطوره في التوب كله. خلاص، مش هتفرق بقى، عملنا الملايه الخداديه زي الملايه. خلاص، وفي فرق لما تكون الملايه كده، الملايه دي بقى بتأيدنا، الخداديه دي بقى بتأيدنا. يعني ما ينفعش مثلا تبقى ملايه زي خداديه زي كده اهو، وتيجي مثلا تروحي عوجالي الميكي ماوس، او تروحي عامله لي مثلا ايه، مثلا تروحي عامله كده اهو، مثلا فرضنا يعني تروحي عامله لي الميكي ماوس نصه كده اهو، مش هينفع. انتي بتسلمي حاجه للعميل، العميل عايز ياخد شغله بيرفكت. خلاص، فاحنا ايه بقى، نخطط وندرس الموضوع قبل ما نقص. خلاص، دلوقتي احنا معانا قطعه هتبقى كيس مخده. خلاص، كيسه المخده ما فيهاش مشاكل خالص، كيس المخده ما فيهوش اي مشاكل، ممكن نعمله كده
نعمله ما فيهوش رسمه، نعمله مثلا بالشقلوب، نعمله كده اهو، ما فيش مشاكل. انا بقى عملت ايه؟ طلعت كيس المخده اهو، حاولت بقدر الامكان ان انا اطلعه الرسمه بتاعته هي اللي هتبقى كده، ما فيهاش مشاكل. كيس المخده عادي لما تبقى رسمته كده. وعملنا ايه بقى في كيس الخداديه؟ خدنا الكنار من تحت، كنار الملايه. كنار الملايه طبعا بينك زي ما انتم شايفين كده، خلاص. خدنا كنار الملايه من تحت، الحته القطعه اللي اتبقت، يعني مش تقصوا من الملايه عشان تعملوا كرانيش، لا اوعي تقصي من الملايه حاجه خالص، الملايه ما بتتقصش منها حاجه. خدنا القطعه اللي متبقيه، يعني سواء طلعت من كيس الخداديه او طلعت من كيس المخده، قصينا الكنار ده، بصوا كنار منقط اهو منه فيه، عشان نعمل ايه؟ عشان نعمل كورنيش لكيس المخده. احنا عايزين ندلعوا كيس المخده كده ونظبطوه. ورحنا بقى ايه، دي القطعه اللي اتبقت لي من كيس المخده لكيس الخداديه، هنعمله ايه بقى فيها؟ هنخلوا بصوا رسمه الميكي ماوس دي، يعني هي دي اهي، هتبقى دي كيس الخداديه. هعملها من ورا بوصله، هعمل كيس الخداديه من ورا بوصله، مش بوصله. هخيطه كده اهو، اهو هعمل دي، لان هي دي القطعه المتبقيه معايا. هعمل دي، هخيطها كده ببعضها، مش مشكله. الظهر مش مشكله، انا عارفه ان العملاء بتوعي ما بيقولوش لا على اي حاجه. هنخيط دي، هتبقى الظهر، دي ظهر كيس الخداديه. بس في سبيل ذلك هنعمله احلى كيس خداديه من على الوش. هتبقى الميني ماوس دي هي اللي في الواجهه، في واجهه الخداديه، خلاص، في واجهه الخداديه. شايفين الميني ماوس تبقى ازاي؟ دي هتبقى على الملايه واجهه الخداديه. تخيلوا بقى الشياكه والجمال ان دي تبقى واجهه الخداديه، خلاص. عكس ان انت تعملي، مش عايزاكم تعملوا له كيس المخده معوج، اوعوا الكلام ده في الرسومات ال3 دي اكتر، خلاص. وتخيلوا بقى، انا عايزه اوريكم الطقم ده بعد ما افنشه يا جماعه هيبقى عامل ازاي. وهنعمله دي كورنيش، دي هتبقى الكورنيش، خلاص. بصوا الجمال، لسه هوريها لكم لما تتقفل. اللي بيقولوا لي الفينش يا مدام ايمان، انا الحمد لله عليت الاضاءه في اوضه في ورشه المكن بمشيئه الرحمن، وهوريكم من على المكنه ازاي تقفلوا كيس خداديه باحترافيه، مع اني مصوراها قبل كده في فيديوهات كتير، بس برضو هصورها لكم تاني عشان الناس اللي بيسالوني بيقولوا لي يا مدام ايمان انت بتعملي ازاي الفينش الحلو بتاعك، خلاص. حاجه تانية عايزاكم تركزوا في حاجه يا جماعه. في ناس بيبيعوا ال3 دي ب60 جنيه، في ناس بيبيعوا ال3 دي ب60 جنيه. يا جماعه الخامات، ارجوكم امسكوا الخامات. بصوا الخامات اللي انا بجيبها عامله ازاي، بصوا الخامات، ما شاء الله تبارك الرحمن. الخامات اللي انا بجيبها جميله، الخامات بتاعت ال3 دي يا جماعه. بصوا تحسوا ان ال3 دي طبعا في حاجه عايزه اقول لكم عليها. لو انت عروسه ما بتغسليش الاطقم بتاعتك. لو انت عروسه ما بتغسليش الاطقم بتاعتك، ربة منزل بتمسكي الطقم كده بعد ما انا كويته وظبطته وتعبته وشقيت فيه، تمسكيه كده اهو، تفكيه من كيسته وعلى غساله الهدوم على طول، على الغساله تغسليه نص دوره وتحطي له معطر وتظبطيه. ليه يا حبيبه قلبي؟ القماش ده بيبقى معرض للتراب، بيبقى محطوط في الشارع على التراب، كذا ايد بتلمسه، دي معديه بتلمسه، ده معدي بيلمسه، مكنش مصانع، تراب مصانع. ازاي انت تاخديه تفرشيه وتنامي عليه وتنيمي اطفالك كمان عليه ويحطوا وشهم ويحطوا جنابهم؟ يا حبيبه قلبي اللي انا بتكلم فيه ده الصح والغلط. وبعد كده نيجي نقول ايه، ابني عنده حساسيه، ابني عيان، انا وشي طالع له حبوب. انا يا جماعه انا واثقه في منتجاتي وعارفه ان ملاياتي عمرها ما بتبهت. انا ما بجيبش الرخيص مال السوق، وفي ناس بتطلبه، لكن احنا مش بنجيبه الرخيص. ملايتك هتفكها من الكيس ده لو ما كنتيش عروسه. العروسه بقى هتعمل ايه؟ هتشيل ملايتها مع صابونه، ولما تيجي تفرشها يا عروسه يا حبيبتي، لما تيجي تفرشي ملايتك على الغساله واغسليها ذا فيرست، الاول تغسليها قبل ما تفرشيها، خلاص. انا قلت لكم وما علي الا البلاغ، انا بلغتكم خلاص، عشان ما حدش يقول لي يا مدام ايمان ابني جاله مش عارفه دم في وشه، ابني مش عارفه، انا عيالي عندهم حساسيه. يا جماعه دي نظافه، حاولوا انكم تبقوا بتشفوا وترفوا كده في بيوتكم، خلاص. بصوا بقى الطقم القمر ده، بس بعد ما فنشه هقول لكم انا مطلعاه لمين. حلو، بصوا بقى
دي برضو رسمه ليلو وستيدج اهي. خلاص احنا عملنا ايه بقى عشان نتجنب ان احنا عايزين طبعا نخلي الملايه واجهه. خلاص عملنا اكياس المخدات، طبعا مش عارفين بقى نطلعه، هنطلعها ازاي 120؟ طب كيس المخده لو طلعناه، لو احنا جينا جوزنا المتر وطلعنا كيس مخده وطلعنا منه خداديه، الرسمه هتبقى معوجه. ليلو وستيدج ده هتبقى بالطول. هل انت بتحطي الخداديه بالطول على السرير ولا بتحطيها بالعرض؟ بالعرض يا حبيبه قلبي، صح؟ طلعنا كيس المخده متر اهو، هو متر و20، بس احنا هنزود له القطعه اللي احنا بنحطها من هنا. ليه؟ انا عايزه اعزز الطقم ده للعميله، لان العميله دي مهمه عندي جدا، فانا عايزه اعزز لها الطقم ده. فهعززه بايه؟ هعززه بالقطعه اللي انا بحطها زياده. خلاص ليلو وستيدج ده يا جماعه من احلى وارقى الاطقم. تمام. بصوا بقى اكياس الخداديات، ركزوا معايا. مش هينفع على رسمه زي دي وتروحي مطلعه لي الرسمه معوجه او بالشقلوب، او تحطي لي الستيدج ده بالطول كده اهو. يا جماعه ازاي العميل يجي يفرش الكيس الخداديه يلاقيه كده اهو؟ ازاي؟ او كده اهو مثلا، ازاي بالطول؟ هي الرسمه كده اهو. خلاص اهي. خلاص بصوا انا طلعت 2 كيس خداديه قمر اهم. بصوا الرسمه في الواجهه، الرسمه في الواجهه في الخداديه، بحيث ان انت تحطي الطقم ده على انا حاسه ان الطقم ده هينطق على السرير. عارفين لو سرير بلاستيك الطقم ده هينطق. من احلى وارقى واشيك الاطقم اللي صادفتها في تاريخ شغلي طقم ليلو وستيدج ده. الواناته مبهجه ومبهره وخامته حلوه قوي. بصوا الوش، طب بصوا الظهر. يعني ممكن العروسه تفرشه كده اهو، اهو رسمه، وممكن العروسه تفرشه كده اهو رسمه. خلاص تمام اهو. خلاص ما تجيش يا حبيبتي على رسمه زي دي كده اهو 3 دي وتروحي عوجها لي، او تروحي مطلعه لي مثلا فرضنا تروحي مطلعه لي مثلا الخداديه. يعني مثلا فرضنا ان دي خداديه اهي. بص دي اللي كانت هتطلع من الملايه من الكيس المخده. خلاص دي خداديه اهي. بص انت هتعمليها ازاي؟ طب بالله عليكي الكلام معوج والرسمه معوجه، دي ينفع تبقى كيس خداديه ازاي؟ طب قولي لي ازاي. قولي. كل واحد وذوقه وكل واحد ورايه بقى. انا بلغت وايه وكان الله ايه بالسر عليم. فانتوا شوفوا اللي يريحكم. خلاص طلعنا دي اهي، طلعنا القطعه دي لاكياس المخدات، هنعززوا بيها اكياس المخدات. خلاص انا شايفه ان الطقم ده حلو جدا، مش محتاج كرانيش. شايفاه ان هو جميل جدا ومش محتاج كرانيش. هنخيط الخداديه بس وهنعمله لها برواز وشكرا. حلو قوي حلو قوي حلو قوي قوي، عاجبني جدا. بعد ما اخيط الطقم ده القمر ده هقول لكم الطقم ده لمين. خلاص صباحكم زي الفل، صباح الهنا وصباح الرزق. النهارده يوم الطحنه العالمي. ممكن ممكن اصور لكم من على المكنه. خلاص يلا اشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم ورحمه الله. صباح الفل.